اهلا بكم في فيديو جديد من كل كروشيه. النهارده هنفتح اوردر كبير جدا من محل مشهور اوي في العتبة او في الازهر، من محل هو عبد الراضي او خيوط عبد الراضي او ماريو. دلوقتي هنفتح اوردر كبير جدا شتوي وحاجات كتير اوي تناسب الشتاء اكتر. دلوقتي اول حاجة هنعرضها ليكم اللي هي الخيوط اللي هي البافي. نشيل بس دلوقتي الشنطة على جنب عشان نعرضكم كل حاجة كويس. دلوقتي اللي هي الخيوط اللي هي البافي حلقات بتبقى حلوة جدا، بتستخدم في حاجات كتير قوي، في كلاتش، فتلتها كمان يعني ناعمة خالص، وكمان الحلقة كبيرة قوي. في نفس الوقت هي عملية اكتر وكده، يعني بتبقى حلوة جدا في الكوفيات، في البطاطين، في الجواكت، في الطواقي، وفي الشنط كلاتشات، كل حاجة يعني تبقى متعددة الزمان. جبناها عشان نعمل نفس الكلاتشيتي بالظبط. ترندي، مشهورة جدا في الشتاء الجاي ده اللي هو 2026. بجد من أحلى كلاتشات، في نفس الوقت بتدفي الإيد وانتوا شايلينها في الشتاء أكتر. وفي نفس الوقت احنا جبنا اللي هي خيوط اللي هي بافي فاين بتاعت إليزا. بس كنت جبتها من نمروسي، بس طبعا غالي قوي، اللي هو جبته البقرة الواحدة ب95، لكن اللي هي السكات بتكون ب60 أو ب55. بس السكات في نفس الوقت جميلة أوي وعملية أكتر، يعني الفتلة بتاعتها بتكون أسخن من فتلة إليزا بافي. جبنا اللي هو الاوف وايت والاسود والاورانج عشان نعمل احلى كولكشن شتوي جميل جدا. بس هستخدمها بس في كلاتشات 4 الوان دول. طبعا دي بتبقى حلوة جدا في الميكس ده كله. حلو جدا ان انا اعمل بطانية، كوفية، اي حاجة، وكلاتش برضو حتى لو بقصه. شوفوا حتى القاعدة عاملة ازاي، لان انا ببدأ من فريم وبخلص للاخر خالص بقفلهم من بعض. عملت برضو اللي هي كلاتش من إليزا بافي اللي هي فاين، اللي هي الحلقات الصغيرة اوي دي. عملت كلاتش كبيرة جدا وشكلها حلو اوي وفي نفس الوقت ناعمة اوي. بس انا عشان بس حطيت جواها حاجة تنفخها، اللي هي برضو بكره هنعملها برضو. بس دي بقى مبتستخدمش لا بالإبرة ولا بإبرة تركوة ولا كروشيه خالص، بنستخدمها بصوابعنا. اديكوا شفتوا الكلاتشين دي شكلها حلوة ازاي بالفريم ده. فريم ايه 19 سنة، هقيس قدامكم هتلاقوا دلوقتي فريم رقم 19 ده بيعمل الكلاتش مظبوطة جدا. عايزين بقى اكتر حاجة انها توقف كلاتش وتدعمها، اللي هي البطانة اسمها ثالية. دي بتبقى نوعها ناشف كده وحلو قوي في الشغل، وتبقى ماسكة في الشنطة اكتر. بقى نشوف بقى النوع التاني اللي احنا جبناه، اللي هو يوسف من كارما باتيك. يوسف دي بقى اللي هي جنجا، فتلتها حلوة جدا، بتستخدم مع إبرة، آه، إبرة مثلا من 4 ل6، تعمل جواكت بالشكل ده. أنا جبت الدرجة دي اللي هي من درجة اللي هي البينك بقى البيش، وشكلها جميل أوي. بقرة واحدة 100 جرام. طبعا بتتغسل عادي بدرجة حرارة المكتوب فيها، وكل حاجة بتبقى يعني متوبرش. فتلة حلوة عملية جدا، مش حساسية خالص. جبت 8 بقرات عشان اعمل جاكيت كبير جدا مقاس اللي هو 2 اكسترا. تاني حاجة بقى جبنا اللي هو خيوط الرافية اللي هي تركي، اللي هي الشلل. دي رافية مستورد جميلة جدا، ناعمة،
طرية عن الخيوط التخينة أوي دي بقى هنعمل بيها شنط زي بتاعة البحر اللي هي بالشكل ده، بتنفع مع كذا انواع شنط كتير او ترندي في البحر او الشتاء، او الكلاتشات بالشكل ده اللي احنا اشتغلنا فيها. بتعمل كلاشات كبيرة صغيرة، شنط، حاجات كتير، اللي هي الشنط اشكال كتير اوي، عملية اكتر، في نفس الوقت تحس انها خفيفة جدا. ما بتحسش بوزنها خالص يعني. الخيوط دي اللي هي الرافية، جبت لها اوف وايت او السكري والاصفر عشان نعمل كلاتشات شكلها حلوة، حاجات ترندي عشان تبقى شكلها شيك. بتستخدم مع ابرة رقم 4 أو 3.5 على حسب الشكل اللي انتوا عايزين تعملوه. تاني حاجة هنفتح بقى الكيس بقى الأخير ده في خيوط اللي هو اوليفيا فورير، اللي هو المهير الناعم خالص اوي ده، اللي بيعمل جواكت بالشكل ده. بنعمل الوحدات، جواكت او بلوفرات او حاجات كتير اوي، بس بنستخدم معاه فتلة تانية قطن عشان يبقى تقيل وشكله جميل. ده بقى ما بيعملش حساسية، بستخدم مع إبرة رقم 2 ل4، والإبرة تريكو 5 أو 3.5. البقرة الواحدة كنت جبتها ب60 جنيه، من نوع خيوط ماريوت، يعني من اللي هي بتاعت عبد الراضي. ناعمة جدا وحلوة أوي، سعرها كويس جدا. جبت اللي هي 2 عاج 140. الدراج دي اللي هي حلوة أوي، حاملها مع الشنطة اللي هي الرافية بالخيطة أو لون أسود أو بيج. جبت برضو حلقات اللي هي صغيرة عشان أنا بستخدمها طبعا في كلاتشات بقى وحاجات كتير، والسلاسل بتاعت الشنط ذهبي وفضي. بعد كده بقى جبت فريمات كتيرة أوي عشان أقدر أعمل بيها شغل كتير، مشاريع كتير. فريم اللي هو 20 و25. طبعا الأوردر ده كله جبناه بحوالي 4200 وشوية، ده بالشحن. الأوردر ده كله هنقدر نستخدمه في حاجات كتير أوي. تقدروا طبعا تفتحوا مشروع ب4000، تعملوا حاجات كتير أوي، يعني ترندي وفي نفس الوقت بخيوط حلوة. يعني ممكن تستخدموا الفتلتين دول مع بعض أو فتلة واحدة. يعني الأوردر انتوا شايفينه ده كله يقدر يعملك مشروع حلو جدا تبدأي بيه على طول. حاجات كتير، جواكت، شنط، أي حاجة انتوا عايزينها، بس بأسعار كويسة وبأسعار الجملة من عند خيوط عبد الراضي. حلو جدا. شكرا لكم، وأتمنى الحلقة تكون تعجبكم وتبقوا تشاركونا أي آرائكم فيها.